مع الأساتذة الأفاضل في برنامج صباح المونديال. الله يسعدكم. قناة الكاس تابعونا، واللي يفوته بيشوفه إن شاء الله. طلعنا من مطعم التلة اللي في كتارة والحين نازلين. شوفوا الأجواء، شوفوا الأجواء، شوفوا جمال المكان. يا الله. بسألكم سؤال في شيء أبى أشوفكم بتعرفوه والله لا. هذا شو يسموه؟ هذا يلبسونه في راس الصقر، ايش يسموه؟ يلا نختبر خبرتكم في الصقور والصقارين. طبعا هذا من المطاعم الجميلة المشهورة في كتارة، اسمه مطعم التلة او جبل التلة تقريبا، وهذه كتارة تحت، وهنيه عملوا مثل يعني ولا كأنك تقول في دولة خليجية، كأنك في دولة أوروبية أو في تركيا. شوف الجمال، شوف الجمال، شوف البحر، المحامل، حاجة مبهرة. لا ومسوي لكم أيضا نهر جاري. الله الله، شوفوا الأفكار الجميلة تعطي للمكان جمالية أكثر فأكثر. هذا اللي طلبوا المنظر من دون فلتر. شوفوا هذا اسمه بيت التلة، المطعم اسمه بيت التلة. وهذا احنا ننزل الآن لكتارة تحت. هل نحن في قطر؟ نعم، أنت في قطر يا سيدي العزيز. أنت لست في دولة أوروبية أو لست في شرق آسيا، وإنما أنت في دولة خليجية عربية مسلمة. أنت في دولة قطر. الله عليك يا قطر، أتعبتي من بعدك يا قطر. وهذا الصندوق اللي تشوفونه صندوق الهدايا، ترى فعلا المحل اللي هذا محل تقدر تشتري منه هدايا وتاخذ منه أغراض. شوفوا هذا السوق اللي خبرتكم عنه، أتوقع موجود منه في باريس إذا ما خاب ظني. سوق فيه أغلى الماركات العالمية، ساعات، عطور، اكسسوارات. تطلع من هناك تدش على الحي الثقافي كتارة، هني البيوت اللي بالستايلات القديمة. أنا بروح أشرب لي كوفي على الشاطئ. شوفوا يعني هذا عندكم مركز الفنون البصرية، هني بتحصلون مركز الفنون التشكيلية. كل حاجة تخص التنوع الثقافي موجودة في هذا الحي الثقافي في كتارة. شوفوا المسجد، هذا المسجد اللي مبني بالطراز المعماري، أتوقع لأي دولة ما يحضرني حاليا. هذولا أيضا ما أعرف شو يسموهم هني عندهم في قطر. إيش بصور وإيش بخلي. هذا كتارة للسينما. شوفوا هذا مكان السينما. بشيوخنا، حي بشيوخ رشيدين، كيف صحتكم؟ أحسنكم مرتاحين مشايخ؟ الله يحفظكم يا شيء. بعد من 1 ل10 عندي لك مسابقة، بشوفك بتحصل على معمان 1 2. روح. وينه الله، وينه؟ اي والله ذاك. يا سلام عليك. رنج ابا رنج. ايش تبى؟ رنج ايكو ما تحصل. ايكو هذا علم بلادنا. يلا يا عمان، نحن من عهد النبي أوفياء من كرام العربي، فارتقي هام السماء واملأ الكون الضياء، والسعد والنعم بالرخاء. طبعا أدعوكم أنكم تزوروا ساحة الأعلام، فيها أغلب دول العالم تقريبا موجود في هذه الساحة. اكتبوا ساحة الأعلام في الجوجل بيجيبكم المكان. شوفوا يا جماعة، هناك ملعب 974، الملعب اللي مركب بالكامل عبارة عن كونتينرات، وهذول سفن. هذا شوف السفن من هذا الصوب. شوفوا كل سفينة كم دور، السفينة من هني لين آخر حاجة.
يمكن هذا ملعب ملعبين، يمكن 4 ملاعب طولها او 5 ملاعب طولها. الله يا كبرها الله. حبيبي احنا ما في لواء، هو انخلى بنروح جبره. شو جبره لما نتغدى حن؟ حبيبي ها اللواء فيها كل عمانيين. الله. هي هذا اللي يميزها صراحه. جبرة المينا مطعم وسوق اسماك. شوف تضبيط. الله. شغل. ها بس تعال خليل البلوشي. يوه خليل البلوشي يقول ايش سالفتك مع جبرة لواء؟ اقول لك مكسب يا ديما خلينا لواء. قول والله. نعم. يعني الحين المشهور الاول في لواء محمد بلوشي وخليل خلاص برع. خلينا نشبع كاس العالم. ما شو تعال شوف الجبرة، شوف الشغل الراقي، شوف حتى السمك كيف معروض. الله على جبرتهم. الشعري انت كيف معروف. شوف الشعري كيف معروض، كوفر. شوف الكوفر كيف معروض. الشعري الصغير. وهني يقول لك اعطيه هني ينظف لك طلعنا من سوق السمك على الشاطئ. هذا امامنا سفن الكروز، وهذا هني كلها منطقة جميلة. الله شوفوا كيف حولوا هالمنطقة عند المينا، خلوها مينا وخلوها مكان سياحي. هذا مطعم الأسماك. الله يا المكان يا جماعة، شوفوا المكان شوفوا المكان. نحن ندخل المطعم، مطعم الأسماك المطعم الشعبي، وبناكل فيه. شوف المكان هني عامل لك مدرجات بإمكانك تنزل إذا بغيت تصيد إذا بغيت تقعد. يعني المكان نوعا ما مش خطر هذيك الدرجة. وفوق هذا في شخص قاعد هناك هو للسيفتي، بحيث ان احد لا سمح الله نزل معك. لازلنا نتمشى في هذه القرية الجميلة في المينا وندور لنا مطعم. هذاك المطعم طلع زحمة. تخيلوا من هناك كل هذه واجهة المينا، كل هذه واجهة المينا. من وين ما تمشي على يسارك بحر وكروز، وهناك الملعب 974 هذول سفن الكروز، وفي ناس تسوي رياضة في. او على فكرة 90% تقريبا مطاعم. شوفوا كله مقاهي مطاعم على مد البصر. شو تبى من مطعم، شو تبى من اكل، امشي بس. لكم ان تتخيلوا جمال المكان. يعني هذه اتوقع انها مطعم او تكون مكان اقامة. لا والله اقامة، غرف. يعني تنزل من غرفتك على المطاعم والممشى. يعني اي شعور. انت تخيلوا هذا كل المكان كله سفن، كل سفينة واقفة اسكن فيها. شوفوا هذا سفينة واقفة عليها علم قطر، وهناك سفينة، وهناك كروز على الكافيه. تخلص من الكافيه ترجع لسفينتك. الله الله الله. سفينة، سفن 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 سفن. خلينا لكم بالكاميرا القصيرة عشان تعيشوا الأجواء وتيجوا لهذا المكان. اكتبوا مينا الدوحة، اسمه مينا الدوحة. هذا باص كروة، هذه الباصات اللي صنعت في الدقم في سلطنة عمان. شوفوا هذا، شوفوا باصات كروة اللي صنعت بكل فخر في سلطنة عمان. السلام عليكم. الله شغل عمان شغل عمان شغل عمان. هذا هو الباص يا جماعة. الحمد لله اني ركبت باص كروة. هذه الباصات اللي تم تصنيعها في سلطنة عمان، واليوم هي تخدم السواح وزوار كأس العالم قطر 2022 بكل فخر. صنعت في سلطنة عمان. اتوقع ان هذاك القديم وهذا الجديد. هذا باصات كروة، شوفوا. ايوه هذول هم باصات كروة يا جماعة. هذول هم، شوفوا هذول هم. هذاك القديم وهذول الجدد مصنوعات في عمان.